قدام هاد العلامة حنا كنقول لها دوميتور، يعني ممنوع عليا القيام بنصف دورة. نصف دورة هي غادي وغنغير اتجاه وغنرجع في الاتجاه المعاكس قدام دوك السيارات اللي جايين قبالتي. كيكون الخط متصل كيهنينا من هاد العملية هادي، ولكن بعض النوبات كيكون الخط متقطع وكتكون هاد العلامة كتقول لي ممنوع عليك بصفة نهائية أنك دير دوميتور أو تقوم بنصف دورة باش غادي باش داير باش راجع بطبيعة الحال. إذا قدام هاد العلامة يمكن لي ندور على اليمين ويمكن لي ندور على اليسار ويمكن لي نتابع السير قدام، ولكن ممنوع عليا نرجع من الطريق اللي جيت منها بطبيعة الحال. علامة مهمة بزاف وعندها درس خاص بها ديال عملية ديال التجاوز. أنا كسائق شاحنة إلا عطاولي هاد السؤال قالولي واش يمكن لي نتجاوز، هي العلامة فيها غير السيارة، ولكن أنا صاحب شاحنة أنا نقول له لا، حيت أي حاجة ممنوعة على السيارات راه ممنوعة على جميع أنواع العربات ذات محرك بطبيعة الحال. إذا قدام هاد العلامة ممنوع عليا القيام بعملية ديال التجاوز بصفة عامة، ما يمكن لي لا نتجاوز لا نكمل التجاوز. هذه علامة كتمنع التجاوز على العربات ذات الوزن الثقيل. أنا كسائق سيارة قدام الأسئلة ديال الامتحان، كسائق سيارة رخصة السياقة مصنف بي، قدام هاد العلامة إلا قال لي سؤال واش يمكن لي نتجاوز، نرد البال هو يمكن لي القيام بعملية التجاوز، ولكن ما نطيحش في الفخ. تقدر تكون شي سيارة مورايا سبقاتني في عملية التجاوز وباغا تقوم بالتجاوز، يعني كتمنع عليا أنا التجاوز، ونشوف انا هاد العلامه ونجاوب غير على العلامه نقولوا يمكن لي التجاوز، وننسى بانه كاينه عربه مورايا كتقوم بعمليه التجاوز، يعني انا كسائق سياره يمكن لي نقوم بعمليه ديال التجاوز. ولكن ما نجيش ونقول له نعم، تنشوف واش الخط متصل ولا متقطع، ونشوف واش ما كاينه حتى عربه قبالتي كتجاوز، واش الرؤيه واضحه، عاد نقول له نعم يمكن لي نتجاوز قدام هاد العلامه. اذا هاد العلامه كتمنع التجاوز على الشاحنات وما عندها حتى علاقه بالسيارات. يعني السياره يمكن لها تجاوز، ولكن قلنا الفخ اللي كيحطو في الامتحان هو كيعطيني هاد العلامه وكيدير خط متصل مثلا اللي كيمنع التجاوز، او كيدير شي عربه جايه مورايا وكيقول لي واش يمكن لي نتجاوز. اغلبيه كيقولوا نعم على حساب العلامه وكينسى العوائق الاخرى بطبيعه الحال. بالنسبه لهاد العلامه هي علامه او حاجز ممنوع السير دون الوقوف عند حاجز الشرطه. قدام هاد العلامه اللي كنقولها حنا براج ديال الشرطه ممنوع عليا باش غادي باش نكمل السير اولا نقص من السرعه ونتم غادي حداهم وناقص السرعه. قدام هاد العلامه الوقوف اجباري، اذا اجباري عليا نوقف قدام هاد العلامه بطبيعه الحال. يعني الوقوف اجباري عند حاجز الشرطه، كيقدروا يسبقوا لنا هاد العلامه هادي وكيخليو الحاجز هما الشرطه اللي واقفه بطبيعه الحال. وكاينه ديال الجمارك كما نشوفوا دابا حتى هي كذلك نفس القاعده، يعني الشرطه والجمارك كيتغيروا ولكن القواعد كيبقاو هما. ممنوع عليا السير دون الوقوف عند حاجز الجمارك، يعني نفس القاعدة ديال العلامة بطبيعة الحال. وكذلك كاينه العلامة ديال حاجز الثلج، حتى هو كذلك مثلا في المدن اللي عندنا في المغرب اللي كتكون فيها الثلوج كثيفة وكنمشيو نزوروها كسياحة كنلقاو هاد العلامة هادي اللي كتفرض عليا أنني قدام الحاجز الوقوف إجباري. وكاينه كذلك هاد العلامة هادي اللي كتكون في طريق السيارة، نعم حتى هي علامة كتفرض عليا الوقوف باش نقوم بعملية ديال الأداء. إذا كما كتشوفوا داك الخط الكحل اللي كيكون تحت دوك الأسماء اللي تما الشرطة الجمارك كيعني الوقوف.